والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي من كل مكان شرفتوني ونورتوني. فيديو النهارده اتمنى كده من كل اخ واخت كده حلوين تتفرجوا عليا جديد، انزلوا بسرعه اشتركوا في القناه وحطوا لي اللايك وكملوا معايا الفيديو الاخر وصلوا بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا فيديو النهارده يا حلوين هنعمل فيه الطعميه اللي احنا بنشتريها كده من بره من المطاعم. احنا النهارده هنعملها في البيت باقل التكلفه وبحاجات بسيطة خالص. هنعمل الطعمية في البيت. طبعا الطعمية في ناس بتحط لها اضافات من دماغها وبتطلع حلوة وهي بتاكلها كده، انما انا اقول لكم بقى على الاضافات اللي احنا بنحطها واللي المطاعم كمان بتحطها. طبعا بقى ماما جابت الفول اللي هو يا جماعة اللي بنعمله دميسة، اللي هو بيبقى محصلم، ده اللي احنا بنشتريه في الاكياس وبنشتريه بالكيلو، مش الفول الاخضر، لا الفول اللي هو بتاع الدميسة ده. وطبعا بلته حطيته كده في حاجة كده، وحطيت عليه مية يومين 3 لحد لما لقيت القشرية بتاعته اللي بره ديت بتطلع كده بكل سهولة، وقشرناه زي ما انتوا شايفينه. وهنعمله بقى طعمية. طبعا لو انتي مش حابة ان انتي تقعدي تقشري بقى وتوجعي راسك بقى وكلام من ده، تقدري ان انتي تجيبي فول جاهز كده متقشر من عند اي عطار. تمام. طبعا بقى يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين جبنا الخضار بقى، واقول لكم بقى على المكونات اللي انا حطيتها او اللي ماما حطيتها على الفول. طبعا اول حاجه كده كرات مصري. كرات مصري ده اهم حاجه في الطعميه بتاعتنا. طبعا بيوديها في حته تانية خالص وبيخلي لها الطعم وريحه يا خرابي عليها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قلبت ريحه البيت. كرات المصري بس. وطبعا شبت وكزبره وفلفل اخضر وبصلتين، راح اقول بطاطسيتين وبصلتين. وحبايب قلبي كده زي ما انتوا شايفين شوية توم كده حلوين كده محترمين. وزي ما انتوا شايفين كده حطت كله على بعضه وما حطيتش لحد دلوقتي اي توابل ولا بهارات. هي اللي حطته الخضار اللي انا قلت لكم عليه، البصل والفلفل والكرات والشبت والكزبره اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد والثوم. حلو كده الكلام. قلبته على بعضه. وطبعا جابت الكبة وحطت شوية بشوية في الكبة وبدأت ان هي تفرمهم وهتحطهم كده في وعاية حلوة وهتفرم الكمية دي كلها. صلوا بينا على الرسول كده يا حبايب قلبي، واللي لسه ما حطليش اللايك يحط لي اللايك. طبعا ماما النهارده هي اللي كانت مشجعه كده وهي اللي كانت حابه ان هي تعمل الطعميه. وبصراحه اصلا انا ما بعرفش اعملها. انا عارفه هي بتتعمل ازاي، بس برضو من ماما حاجه تانية، انتوا فاهمين؟ فبحس ان انا لو انا عملتها بحس ان في حاجه ناقصه. فما شاء الله ماما كانت عاملاها حلوه قوي قوي، مش اول مره اصلا ان هي تعملها، هي على طول بتعملها لنا، وبالذات يا جماعه في رمضان بتعملها لنا وتحطها لنا كده في الفريزر بالاكياس على قد الطبخه او على قد اللي احنا هنعمله. وبصراحه بيبقى حلو قوي واحسن من اللي احنا بنشتريه من بره. الله اعلم بيبقوا عاملين ازاي او اللي بتبقى عاملاه ديت بتبقى عاملاها ازاي وكده. فاحنا بنحب نعمل كل حاجتنا في البيت. طبعا بقى في ناس بتجهز لرمضان من دلوقتي، كل سنة وانتم طيبين. بتجهز لرمضان من دلوقتي وبتجهز له بقى الفول وبتجهز له الطعمية والعصاير والكلام من ده وبتحطهم بقى في الفريزر. والتجهيزات بقى اللي بتبقى قبل رمضان في ناس بتجهز من دلوقتي. طبعا بقى يا حبايب قلبي لو انتي لسه ما عملتيش الطعميه اتشطري كده وجدعني واعمليها زي ما انا بقولك. هما حاجات بسيطه خالص، ده بصلايه وشويه توم وفلفلتين والخضار اللي انا قلتلك عليه الكرات والشبت والكزبره والفول. حاجات بسيطه خالص وحاجات تافهه، يعني مش مكونات تقيله، ده حاجات تافهه وبتطلع معاكي حلوه قوي قوي. طبعا اقول لكم بقى بعد ما هي بتفرمها
بتعبيها في الاكياس وبتحطها في الفريزر. طيب انت مش هتحطي توابل ولا هتحطي بهارات ولا هتحطي اي حاجه، هتبقى دلعه. انا هقول لكم، لما بتطلعي الكيس بالكيس كده او الطبخه بالطبخه زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، بتيجي مثلا ان انت تحمريها بعد ما بتسيح وتحطي التوابل بتاعتك. طبعا التوابل دي عباره عن ايه؟ كربوناتو لو عندك كربوناتو، لو ما عندكيش كربوناتو بديل الكربوناتو البيكنج باودر. تمام، هما الاتنين بيبقوا حلوين قوي في الطعميه. وبعد كده البهارات بتاعتك بقى فلفل اسمر، كمون، ملح، كلام من ده بقى اللي انت حباه حطي بقى من التوابل بتاعتك بس، وبتحمريها. انما احنا لما بنعملها بنحطها في الفريزر فترة، فاحنا ما بنحط لهاش التوابل بتاعتها، بنطلع الكيس بالكيس وقت ما نحب ان احنا نحمر بنحط التوابل بتاعتنا بس. دي الطعمية بقى اللي انتوا عاملين عليها حوار، واللي احنا بقى بنشتريها من بره وما كناش نشتريها من بره وما ناكلهاش. طبعا بقى تجهيزات رمضان زي ما قلتلكم، الناس بقى اللي بتعمل البسلة والجزر بقى، واللي بتجهز برضو في الكرنب، علشان بنيجي في ايام الصيف ما بيبقاش في كرنب كتير. في حاجات كتير قوي بنيجي في رمضان ما بنلاقيها غالية او ما بنلاقيهاش اصلا، فاحنا بنحاول ان احنا نبقى مجهزين كل حاجة كده قبل شهر رمضان، وبالذات شهر رمضان الوحيد اللي احنا بنقعد نجهز له من قبلها بكتير. طبعا بقى اقول لكم بقى على السر بتاع الطعمية اللي بيخليها كده ما تفكش معاكي وانتي بتحمريها، وبيخليها حلوة كده وماسكة نفسها وبتلف. لو عندك بقى يا حبيبة قلبي بتاعتين كده من القيصر او الفينو، طبعا هما كانوا موجودين عندنا بس محطوطين في الفريزر، فانا طلعتهم وفكتهم، وبعد ما طلعناهم وفكناهم حطيناهم في الكبة يتعملوا كده ويا الطعمية، وما شاء الله بتمتص المية اللي في الطعمية وبتخليها كده ماسكة نفسها وما تفرطش معاكي وانتي بتحمريها. بصراحة البتاعتين الفينو او الكايزر دول بيخلوا الطعمية حلوة قوي قوي وماسكة نفسها. لو لقيتيها يعني سايبة في نفسها كده تقدري ان انت تحطي 2 3 4 على حسب الكمية بتاعتك. تمام، لو لقيتيها ماسكه نفسها مش محتاجه خلاص براحتك، مش عايزه تحطي ما تحطيش. طبعا بقى نيجي هنا، ماما جابت الاكياس اللي هي بتاعه اللبن ديت، لازم تبقى موجوده عندنا، لازم. طبعا لازم برضو ان تكون موجوده في اي بيت، لان هي حلوه قوي قوي الصراحه، وبيتحط فيها كل حاجه، كل حاجه بتتحط فيها. فطبعا عشان نخزن بقى الكميه بتاعتنا بتاعه الطعميه دي، اكيد يعني مش هنقليها كلها، فعملناها كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط بقى ايه في الفريزر بقى ونخزن في الفريزر، فطار عشاء، اول ما نحتاج نطلع على طول، مش لازم ان احنا بقى نجيب بقى من المطاعم وكلام من ده. وده كان فيديو النهارده يا حبايب قلبي، اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم.